كل سنة وانتم طيبين. خلاص فاضل أيام على الشهر الكريم، اللهم بلغنا رمضان وربنا يتقبل منا ومنكم. والسنة دي زي كل السنين اللي فاتت عندنا مسلسلات كتير ونجوم أكتر وإعلانات أكتر وأكتر. في حلقتنا هنعرف أجمد وأهم المسلسلات اللي هتتعرض السنة دي وبريف صغير عن كل مسلسل، وفي مفاجأة حلوة معانا في آخر الحلقة هتسهل علينا فرجة المسلسلات. بس قبل ما نبدأ حلقتنا استأذنك تشترك في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير علشان ده بيساعدنا في انتشار الفيديو والقناة. ويلا بينا. يا مساء الفل على الكل. مش هتكلم كتير عن حال المسلسلات التعبان اللي بقاله كام سنه، ولا على النجوم المضروبين اللي ماليين الشاشات، وهندخل في حلقتنا على طول من غير رغي كتير. ونبدا مع النجوم الكبار، واولهم يسرا ومسلسل الف حمد لله على السلامه اللي بتقوم فيه بدور دكتوره سميحه اللي بترجع من غربتها بعد سنين كتير وبتحاول تاخد ميراثها من اهلها. ومن هنا بتدور احداث المسلسل الكوميديه والاجتماعيه، وبيشاركها في البطوله محمد ثروت وشيماء سيف، والمسلسل من اخراج عمرو صلاح. بعد ما شفنا المداح والمداح اسطوره الوادي، هنشوف السنه دي المداح اسطوره العشق. وعجبني قوي اختيار اسماء الاجزاء والاصرار على كلمه اسطوره. واضح من بوسترات المسلسل اللي شفناها لحد دلوقتي ان لوسي هي بطله الجزء ده، وهتبقى هي الشريره، وشكلها شرير فعلا، بس قلبه على دور كبائر في فيلم تسليم اهالي لو كنتوا شفتوه. والابطال بتوعنا زي ما هم بتوع الجزء اللي فات، وبصراحه ما زهقناش منهم لحد دلوقتي. والمسلسل لسه من اخراج احمد سمير فرج. ثالث مسلسل معانا في حلقتنا، وهو تاني مسلسل بيكمل اجزاء فاتت، هو مسلسل الكبير قوي وجزءه السابع بعد ما شفنا الجزء السادس السنه اللي فاتت، بالوجوه الجديده والعوده الحميده اللي مستنيينها من زمان. بيشارك احمد مكي البطوله، رحمه احمد وبيومي فؤاد وباقي الشباب الحلوين اللي شفناهم الموسم اللي فات وكسروا الدنيا. والمسلسل من اخراج المخرج الكبير احمد الجندي. وفي مسلسل كمان معانا بيكمل جزء فات، وهو مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، المسلسل اللي كل سنه نسمع انه راجع بس ما بيرجعش، بس الحمد لله السنه دي اكيد راجع علشان خلصوا تصويره خلاص. وهيرجع المسلسل بكل ابطاله، بس للاسف من غير روبي ولا شريف سلام، لكن اللي شفناه هيزيد عليهم لحد دلوقتي هو الفنان الكبير بيومي فؤاد. الجزء ده حلو ولا وحش اكيد هتفرج عليه علشان كلنا ارتبطنا بالجزء الاول ومستنيين الجزء الثاني. والمسلسل من اخراج المخرج سامح عبد العزيز اللي اخرج الجزء الاول، واللي ليه في رمضان ده مسلسل تاني وهو مسلسل جميله من بطوله ريهام حجاج ويسرا اللوزي واحمد وفيق. والنجمه نيلي كريم اللي هنشوفها السنه دي في مسلسل عمله نادره اللي بتقوم فيه بدور صعيديه وبتدور على ميراثها برضه، بتحاول تاخده لكن ما بتعرفش. المسلسل من اخراج مندو العدل ومن كتابه السيناريست مدحت العدل. المسلسل السادس معانا واللي مستنيينه من اول ما اعلنوا عنه هو مسلسل سر الباتع، مسلسل العوده للمخرج خالد يوسف بعد فتره كبيره من البعد عن السينما وعن البلد كلها. سر الباتع من بطوله نجوم كتير اكتر من 60 نجم ونجمه، لكن على راسهم واللي متقدمين البوستر احمد فهمي واحمد السعداني وعمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، ومنى فضالي، وممثلين كتير قوي. وبتدور احداثه بين وقتنا الحاضر وبين احداث في ايام الحمله الفرنسيه على مصر. المسلسل عن روايه سر الباتع ليوسف ادريس، وسيناريو وحوار واخراج خالد يوسف. واضح ان خالد يوسف كان مطبق على السيناريو ده في فرنسا، وشكلنا هنشوف مسلسل حلو. المسلسل السابع معانا هو مسلسل من بطوله روبي، مسلسل حضره العمده. هو دراما صعيديه تاني، لكن اعتقد الدراما الصعيديه بنجهه المخرج عادل اديب هيبقى ليها طعم تاني خالص. هيشارك روبي في البطوله احمد رزق وبسمه وسميحه ايوب ومحمود عبد المغني. المسلسل بيتكلم عن شابه صعيديه بتكسب كرسي العموديه بمعجزه، وبتقابل مشاكل كتير في مشوارها، والمشاكل دي من تاليف ابراهيم عيسى. لك ان تتخيل بقى. تاني النجم معانا هو امير كرارة بمسلسل بيكي بلايندرز الغلابه او سوق الكانتو. المسلسل اللي اتهرى تريقه عشان البوسترات بتاعته شبه مسلسل بيكي بلايندرز، اللي مع كامل احترامي لكل صناع مسلسل سوق الكانتو محدش هيعرف يعمل زيه ولا يقلده حد. مسلسل سوق الكانتو من بطوله مي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وعبد العزيز مخيون وسلوى عثمان، وبتدور احداثه سنه 1920 في سوق الكانتو. وامير كرارة هيكون بياع قماش، وهتحصل بينه وبين التجار حركات واكشن. المسلسل من اخراج حسن المنباوي. ونروح لمسلسل العمده لمحمد رمضان. طبعا مسلسل محمد رمضان لازم يكون بلقب فخم، والسنه دي اختار لنفسه لقب العمده، اللي هتكون قصته عن واحد غلبان تعب وطلع عينه في الحياه لحد ما كبر وبقى ابو الرجوله. والله ما شفت قصه الفيلم، بس هي مش هتخرج عن كده، لان هي بطوله الجامد قوي محمد رمضان، ومن تاليف واخراج المخرج الجامد محمد سامي. مش مهم مين معاه في البطوله، كفايه علينا محمد رمضان والمخرج محمد سامي، وطبعا مي عمر، بس للاسف هي راحت مسلسل تاني. بس حقكم عليا هقول اسمين ولا ثلاثه من اللي بيشاركوا في البطوله: زينة وإيمان العاصي وهالة صدق. ويلا بينا على المسلسل اللي بعده. ورقم 10 معانا هو مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوض، اللي هيبقوا ناس شعبيين قوي من شبرا وهيحبوا بعض ويكبروا في شغلهم، ويجي ماجد المصري ينكد عليهم وتدور أحداث المسلسل. مسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج مصطفى فكري.
نروح لاحلى مسلسلات في رمضان اللي هتسهل علينا كتير حتى لو ما كانتش حلوه، وهي مسلسلات ال 15 حلقه. والله لو المسلسل مش حلو اهو 15 حلقه وخلاص ونشوف واحد غيره. واول مسلسل معانا هو المسلسل اللي عمل قلق على الفاضي، مسلسل تحت الوصايه من بطوله منى زكي واخراج محمد شاكر خضير. وهتعمل فيه منى زكي دور واحده شقيانه وشغاله في المراكب وطالع عين اهلها ليل ونهار، ومش عارف انتوا عاوزين من واحده غلبانه تلبس حجاب عامل ازاي ولا مكياجها هيكون عامل ازاي. مش هنبطل الشغل ده بقى. تاني مسلسل معانا هو مسلسل الامام من بطوله خالد النبوي، واللي هيحكي احداث حصلت للامام الشافعي وفي اجواء تاريخيه. المسلسل من تاليف مريم نعوم واخراج ليث حجه، وهيشارك النبوي في البطوله وليد فواز ونضال الشافعي وحمزه العيلي. ثالث مسلسل معانا من مسلسلات ال 15 حلقه هو مسلسل تغيير جو لمنى شلبي واياد نصار. المسلسل اجتماعي عن شريفه اللي عندها مشاكل مع والدتها وفي الحياه، وده اول عمل فني هنشوفه لمنى شلبي بعد ازمتها الاخيره. المسلسل هيكون من اخراج مريم ابو عوف. رابع مسلسل معانا هو مسلسل رشيد لمحمد ممدوح في اول بطوله مطلقه ليه، واخته مي ممدوح اللي هتخرج اول عمل ليها. المسلسل عن رشيد اللي هيفقد الذاكره ويتدبس في جريمه كبيره ويحاول يطلع منها نفسه باي طريقه. اعتقد المسلسل ده هيبقى حلو واكيد هتابعه. المسلسل الخامس معانا هو مسلسل مذكرات زوج من بطوله طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشه بن احمد. باين قوي من اسم المسلسل انها هتدور احداث في اطار كوميدي عن الازواج ومشاكلهم. المسلسل هيكون من اخراج تامر نادي. ورقم 6 معانا وهو مسلسل مستنيه من اول ما اعلنوا عنه، مسلسل الصفاره من بطوله احمد امين واخراج علاء اسماعيل. هتدور احداث مسلسل الصفاره في جو تشويقي فانتازي عن صفاره بتخليك ترجع بالزمن لورا. هيشارك احمد امين في البطوله طه دسوقي وايه سماحه وحاتم صلاح وانعام سلوسي. نروح لاخر فيلم معانا وختامه مسك للفنان الكبير ياسر جلال. المسلسل علاقات مشروعه والمره دي من اخراج المخرج خالد مرعي، وهيشاركوا في البطوله مي عمر وداليا مصطفى. المسلسل ده شكله هيبقى حلو علشان من بطوله الكبير قوي ياسر جلال. في مسلسلات تانية كتير ما اتكلمناش عنها زي مسلسل ستهم لروجينا وهتكون دراما صعيدي برضه، واول بطوله لعلا غانم بمسلسل توحه، ومسلسل الهرشه السبعه لامينه خليل، وبطن الحوت لمحمد فراج، والكتيبه لآسر ياسين وعمرو يوسف، والاجهر لعمرو سعد، وبابا المجال لمصطفى شعبان، والحاج اكسلانس لمحمد سعد، وكامل العدد لدينا الشربيني، والصندوق لاحمد داش، واخيرا وليس اخرا تلت التلاته لغادة عبد الرازق. وبكده نكون استعرضنا معظم المسلسلات اللي هتتعرض في رمضان السنه دي، وقولوا لي تحت في التعليقات هتتابعوا ايه وعاوزين مسلسلات ايه نراجعها في رمضان. بس قبل ما نقفل حلقتنا يا ريت تشترك في القناه، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، واشوفكم في حلقه جديده في السينما. سلام.